اتشرف بحضرتك. بابا عصمت كمال، اعلامي وجاي النهارده في الحاجه الجميله اللي بيعملها الدكتور عطيه ابو يوسف، اللي بيعمل حاجه جميله خيريه لحس الناس على عمل الخير لذو الهمم. ايه رايك في حفله النهارده؟ انا شايف حاجه النهارده بصراحه ربنا حاجه جميله وحاجه تفرح، باهتمام الاهالي واهتمام المسؤولين واعضاء مجلس الشورى او اعضاء مجلس الشعب هنا بيحتفلوا بذو الهمم. وحاجه جميله كمان اللي مشجعهم على كده سياده الرئيس، ان بيهتم بهذه الفئه الجميله اللي هي لازم كلنا كشعب مصري نقف جنبيهم. وقبل ما اشكر اي حد بشكر اهاليهم، بشكر الام بالذات اللي هي بتستحمل ذو الهمم ده اللي عندها، ده اللي بيبقى عنده مريض بيبقى حاتل هم، وما بالك لما يكون عنده حد ذو احتياجات خاصه او ذو همم. فانا بشكرهم جدا وربنا يصبرهم ويقويهم ويجعل في ميزان حسناتهم التربيه الجميله دي، ويجعل في ميزان حسنات كل واحد بيقف جنب الناس دي، لان المفروض الشعب المصري فيه تكافل اجتماعي وكلنا نساعد بعض. ليه؟ عشان نرفع من روح الناس دي كلها. اول مره تشارك في حفله للدكتور عطيه؟ انا كل مناسبات اللي اي جمعيات خيريه بتدعيني بكون فيها اول واحد، بكون موجود. انا هنا من الساعه 9. ليه بحب الحاجات دي؟ لان بتدي عبره للناس اللي عنده حد كويس يحافظ عليه ويحمد ربنا، ويشوف اللي بيشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. فانا بقول للناس كده ربنا يصبرهم وربنا يقدر الناس الخيره على فعل الخير، لان من غير كده لازم كلنا نساعد بعض، لازم نساعد بعض. ليه؟ لان دول ولادنا وحبايبنا وولاد ولادنا ومصر كلها مع بعض، مش كده ولا ايه؟ وبعدين انا كان البرنامج بتاعي اسمه عصمت مع اهله، فانا قاعد في وسط اهلي اللي هم دول، لان لو كل واحد يعتبر ذو الاحتياجات الخاصه او ذو الهمم ده من اهله، مفيش شك هيبقى كلنا اسره واحده لصالح مصر، ويبقى كلنا يد واحده لصالح مصر ورئيس مصر وجيش مصر وشعب مصر. شكرا لحضرتك. متشكرين جدا، وبشكر عطيه ابو يوسف برضك، الدكتور عطيه ابو يوسف، على هذا اللي عمله، وربنا يجعله في ميزان حسناته دايما كده يا رب.